فيديو سوف نتعرف كيفية تعديل الريشة أو الفرشاة. الأدوات التي نحتاجها في تعديل الريشة: نحتاج إلى فرشاة. أهم حاجة في الفرشاة أن تكون شعراتها ناعمة وتكون برقم 0 أو 1، ويمكن تستخدمي رقم 2 وتعدلي عليها، وكذلك 1 تحتاج إلى تعديل. أفضل فرشاة بتكون فرشاة اللينر. طبعا نحتاج إلى ملقاط أو موس على حسب الموجود عندك. كمان نحتاج إلى مقص صغير وغراء ومسدس لعمل تعديل الفرشاة. قمت بأخذ الفرشاة بيد، وأخذت الملقاط باليد الأخرى، وقمت بتقسيم الشعرات الفرشاة التي أحتاجها في الجهة. الآن اللي ظاهر أمامكم هذا اللي يتم قصه، الشعرات الزائدة في الفرشاة. آخذ مقص وأقوم بقص الشعرات من أسفل. نقوم بتقسيم شعرات الفرشاة إلى نصفين مثل ما تلاحظون الآن. انظري ولا تخلي شعرة زائدة، إما أن أنت تمسكيها باليد، إما أن أنت تخليها بتقصيها، ما تخلي ولا أي شعرة زائدة. شوفي الآن قمت بقص الشعرات، ولكن نلاحظ أن الفرشاة عريضة، شعرات الفرشاة عريضة. أنا أشتيها تكون متساوية في العرض من جميع الاتجاهات. الآن باخذ الزائد وأقوم بقصه. أقوم بقص الفرشاة بالتساوي من جميع الاتجاهات. ما تقصيش الفرشاة مرة واحدة وتقولي قد الفرشاة تمام مناسبة. لاحظي هل هي من الاتجاه هذا مساوية في الاتجاه هذا، يعني تكون بشكل دائري، تكون شعرات الفرشاة بشكل دائري. لاحظي كيف بتكون شعرات الفرشاة بشكل دائري. الآن بقوم بوضع الغراء عليها بهذه الطريقة. أقوم بوضع الغراء حول بداية شعرات الفرشاة بشكل دائري. بعدما انتهيت من وضع الغراء، أضع يدي الإبهام بهذه الطريقة وأقوم بالضغط بالراحة حول جميع شعرات الفرشاة بهذه الطريقة، وتأكد عدم وجود أي شعرة زائدة. إذا وجدت أي شعرة زائدة قومي بقصها قبل أن تضعي الغراء. انظري الآن، قمت الآن بقص الغراء الزائد. انظري الآن كيف الفرشاة متساوية ومناسبة في الطول، لا طويلة ولا قصيرة، حتى أنها مناسبة للنقش. نقوم بتجربة الفرشاة في الرسم. الفرشاة جدا مناسبة للرسم ومريحة جدا في الرسم. أهم حاجة إن الفرشاة تكون مريحة لش في الرسم. هذه فرشاة مناسبة حتى لو استخدمتي فرشاة محمود سعيد، فرشاة رسمة العيون. طبعا فرشاة رسمة العيون محمود سعيد بتكون أفضل شي للنقش. اللي ما حصلت الفرشاة هذولا تقوم بشراء رسمة العيون محمود سعيد وتستخدمها للنقش. طبعا اسألي في جميع المكاتب إذا حصلتي فرشاة شعراتها ناعمة وبتكون رقم 0 أو 1 أو 2، حتى 3 تقدري تعدلي عليها. وللمحافظة على شعرات الفرشاة نقوم بوضعها في الماء بعد الانتهاء من الرسم مباشرة. بسبب وجود مادة الإكريليك في شعرات الفرشاة وتركتيها تتعرض للهواء لفترة طويلة، تقوم تخلي شعرات الفرشاة يابسة وتكسى وما تقدريش تقوم تنقشي فيها مرة ثانية. فعشان تحافظي على الفرشاة قومي بوضعها في الماء. كمان مادة الإكريليك التي خلطتيها اللي موجودة الآن في الصينية، أقوم بوضعها
في مكان مغلق ما يتعرضش للهواء، واستخدمها مرة ثانية. أو قومي بإضافة القليل من الماء عليها وارفعيها في مكان مغلق لا يدخل إليها الهواء. أهم شيء الإكريليك عشان ما ينشف عليش ويخرب. يمكن تستخدمي هذا الإكريليك لمدة يومين 3 أيام 4 أيام بقدر ما بتحافظي أنت عليه. إذا تريدي إن الإكريليك التي تم خلطه يجلس لش فترة طويلة، قومي بوضع عليه مثلا بعد يومين خذيه ونكشتي فيه، وبعدين حطي شوية ماء وحطيه في الدولاب، وهكذا. طبعا الماء تضعي قليل من الماء، ما تزيديش الماء عشان بس لا يجف الإكريليك وينتهي. طبعا أنا أتكلم عن الإكريليك التي تم خلطه للنكش بالماء. وهذا هو كان درسنا عن تعديل الريشة وكيفية المحافظة عليها.